متربي وليك اساس. اهم حاجه في الدنيا، اهم حاجه في الدنيا هو حب الناس، هو حب الناس، هو حب الناس. الحب مفلوس ولا نفع الفلوس، الحب مفلوس ولا نفع الفلوس. الحب كلمة حلوة تضرب رباك، هتقولهم باك، تضرب رباك، هتقولهم باك. تطلع بره بابا، بره بابا سكرانة، تطلع بره بابا، بره بابا حيرانة. يا عم محمد يا ابو عبد السلام، يا عم محمد يا ابو عبد السلام، بقول لك يا هيثم تعالى معانا خمسه كده. واسلام الدكروري فين؟ الدكروري تعالى. هيثم عبد المقصود واسلام الدكروري حظوا الناس كلها، هم يجوا يتحظوا بقى. هيثم واسلام، هيثم الدكروري، هيثم عبد المقصود واسلام الدكروري فرحوا الناس كلها، هم يجوا يتحظوا 5 دقايق. بص بقى، صلي على النبي، صلي على النبي. هقول لك كلمتين صغيرين. انا طبعا انا اقسم بجلاله الله انا عمري ما شفت حب كده. عينينا عينينا، بس احنا عايزين نشوف الناس دي الاول عشان الناس دي عليها علينا حق. الناس دي كلها بتحبك صح؟ يعني لو قلنا لهم اي حاجه هيردوا علينا؟ لو قلنا لهم اي حاجه هيردوا علينا؟ امين. هترد علينا يا ولاد البلد ولا ايه؟ ولا بعد الفجر مفيش اي كلام؟ هننام ولا ايه؟ طب انا بقول اول ما كتب القلم، كتب القلم. انت سامع حاجه يا عم هيثم؟ اقسم بجلاله الله لو عبد السلام سمعكوا هو بنفسه هيجي معانا هنا، هو بنفسه هيجي معانا هنا. اول ما كتب القلم، كتب القلم وكمل السطر بمحمد رسول. طب خصيمك النبي بقى اللي بيخاف ربنا من قلبه هيقول يقف معانا ربع دقيقه ومن غير اي كلام. اللي بيخاف ربنا من قلبه، اللي موحد بالله، اللي موحد بالله يا ولاد البلد، موحد بالله، اللي موحد بالله. يا عم محمد ابو عبد السلام عايزينك معانا لحظه بعد اذنك عشان خاطر البلد. احنا في بالقاس. تعالى يا ابو عبد السلام، تعالى بقى عشان نشوف حب الناس معانا عامل ايه. نستأذنك، احنا بنستأذنك. تعالى ابو عبد السلام. حلو الكلام. تعالى باشا، تعالى. صلي على النبي بقى. عبد السلام دي لغايه عندكم. خصيمك النبي يا شيخ، واللي بيخاف ربنا من قلبه واللي بيحب عبد السلام هيقوم يقف معانا لحظه واحده. يا اولاد البلد، واللي يحب النبي يقوم يقف على الكرسي عشان نشوف. انت شايف يا عبد السلام الناس عامله ازاي؟ طب اللي يحب النبي يرفع ايده لفوق، اللي يحب النبي يعمل كده. اما نشوف. بص يا عبد السلام بيعمل ازاي، بص يا عبد السلام بيعمل ازاي. طب اللي يحب النبي يرفع ايده لفوق، وهترفع ايدك فوق. ارفع ايدك كده يا ربنا سكران يا ربنا حيران.
نروق المسرح يا جماعه بعد اذنكم.